تخيل معايا ان هاد اللقطه اللي كانت في مباريات تصفيات كاس العالم اللي فات قدرت تنقذ حياه طفل كان تعاني من مرض مزمن كان غادي ينهي ليه حياته. في العام اللي فات فاش كانوا المباريات ديال تصفيات كاس العالم، وبالضبط في الماتش ديال البرتغال وصربيا، كانوا الفريقين بجوج بهم معادلين 2-2، ولكن كريستيانو رونالدو في اخر الدقائق قدر يسجل الهدف القاتل ويفوز الفريق ديالو، ولكن الحكم لغى الهدف بحجه انه الكره ما فاتتش الخط. وهنا كريستيانو كيف ما معروفه الشخصيه ديالو ما تيصبرش على الظلم التحكيمي، فاعترض على القرار ديال الحكم وانفعل ولاح البارج ديال كابيتان الارض وخرج من الماتش. ودابا غالبا ما انت ولا انت كتسائل على شنو علاقه هذا الشيء بالطفل المريض. فالقضيه وما فيها عزيزي المشاهد هو انه من بعد ما كريستيانو لاح هذيك البارج، واحد من العمال الصربيين ديال الملعب خدا هذيك الشاره وحطها في مزاد على الانترنت وكتب في الاعلان انها لغرض انساني، وان فلوس هذيك المزاد غادي تمشي لواحد الطفل رضيع اللي كيعاني من ضمور في العضلات الشوكيه وخاصه مبلغ ديال 3 مليون دولار. فالقصه انتشرت على السوشيال ميديا وكل ما قدرات هذيك الشاره تحصل عليه هو المبلغ ديال 60,000 دولار فقط. وهنا القصه زادت انتشرت اكثر ووصلت لبزاف ديال الناس وقدروا يتبرعوا فلوس كثيره لهذاك الطفل.